الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن اللعيبة المرشحة للانضمام للنادي الأهلي الفترة اللي جاية، واتكلمت عن إحصائيات وأرقام اللعيبة مع فرقهم. وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة ارجع للحلقة اللي هتلاقي لينكها في الوصف علشان تعرف كل اللعيبة المرشحة اللي ممكن النادي الأهلي يضم أي واحد منهم بين صفوفه الفترة اللي جاية. بقى من الواضح لكتير من جمهور النادي الأهلي مسألة بطء الإدارة للنادي الأهلي في ملف الصفقات بقالها كذا سنة، وبسبب بطء الإدارة ضاع على النادي الأهلي صفقات كتيرة كانت ممكن إنها تغير شكل الفريق في البطولات اللي بيشارك فيها، خصوصا كأس العالم للأندية. ولو كان معاك كواليتي لعيبة عالي أو كنت دعمت بصفقات تقدر تشيل الفرقة في الماتشات التقيلة، وبسبب كده ضاع على النادي الأهلي مش فرصة واحدة، لا ده أكتر من فرصة. إنك كنادي أهلي ممكن تلعب نهائي كأس العالم للأندية أكتر من مرة، وكانت في ماتشات تقدر تعديها زي ماتش بالميراس وفلومينس البرازيلي، أو الماتش اللي كان على طبق من ذهب في بطولة الانتر كونتيننتال، ماتش باتشوكا المكسيكي اللي لو كنت كسبته كنت لعبت أول نهائي قاري في بطولة من تنظيم الفيفا. ودي كانت فرصة هايلة ما أعتقدش إنها ممكن تتعوض تاني، علشان منافسات كأس العالم للأندية اللي جاية مستويات اللعب فيها هتبقى صعبة بشكل كبير. علشان البطولة لحد سنة 2023 في النظام القديم كان في فريق واحد بس من قارة أوروبا، دلوقتي في النظام الجديد بقى معاك 12 فريق، ده غير طبعا فرق أمريكا اللاتينية. وطبعا بسبب الفوارق المالية والفوارق الفنية والبدنية في جودة اللعيبة هيبقى صعب انك تجاري كل ده بلعيبة معظمها وصل لمرحلة التشبع الكروي. لكن ممكن ده يتغير لو كان للمسؤولين بالنادي الأهلي رأي تاني في مسألة تدعيم الفريق بصفقات سوبر تقدر انها تشيل الفريق في اي بطولة مهما كانت. ودلوقتي هنتكلم عن باقي الصفقات اللي النادي الأهلي بيفاوضها، واللاعب الأول معاه هو الأرجنتيني سانتياغو جونزاليس، لاعب نادي سبورتنج كريستال وبيلعب في مركز الجناح الأيمن وعنده 25 سنة. والنادي الأهلي تواصل مع وكيله ديميتر هورمان واستفسر منه عن كل حاجة تخص اللاعب، لكن مفيش أي مفاوضات رسمية من النادي الأهلي مع ناديه. ولعب مع الفريق 36 ماتش وسجل 14 هدف وصنع 23، والقيمة التسويقية للاعب 2 مليون يورو. ولسه زي ما احنا مكملين في أمريكا اللاتينية، واللاعب اللي تردد اسمه بقوة صاحب 27 سنة ايفرتون دي سيلفا، لاعب نادي بانيك التشيكي، ودخل النادي الأهلي مع ناديه في مفاوضات جادة علشان يضمه، والقيمة التسويقية للاعب 3 مليون يورو. ولما النادي الأهلي بدأ التفاوض مع ناديه علشان يتعاقد معاه، نادي بانك طلب 2.5 مليون يورو، لكن عرض النادي الأهلي توقف عند مليون و300 ألف يورو. وإيفرتون دي سيلفا شارك مع فريق بانك في الموسم الحالي في 22 ماتش وسجل 13 هدف وصنع 6. أما في طول مسيرته في الملاعب لعب 240 ماتش، سجل 67 هدف وساهم في 22 هدف. أما عن اللاعب إلياس شرواف لاعب نادي سيون الفرنسي، ده من أكتر اللعيبة اللي النادي الأهلي قرب يضمه بشكل رسمي. ودي كل صفقات اللعيبة الأجانب اللي النادي الأهلي بيفاوضها. أما عن اللعيبة المحلية هم مصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي لاعيبة نادي زد، ونادي زد بيرحب برحيل اللعيبة للنادي الأهلي. والمفاوضات دلوقتي بين نادي زد والنادي الأهلي شبه خلصت، لكن الخلاف دلوقتي ما بين الناديين إن النادي الأهلي عايز يدي لعيبة اللي ملهاش دور مع الفريق كإعارة أو استغناء نهائي، ويكون قصادها إن نادي زد يستغنى عن مصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي، لكن نادي زد رافض مبدأ الصفقات التبادلية. لكن بالنسبة للنادي الأهلي الموضوع سهل ويقدر ينهي الصفقتين في أقرب وقت. ودول كل الأسماء اللي النادي الأهلي دخل في مفاوضات معاهم. ولحد هنا بتخلص حلقتنا النهاردة، بس يا ريت تدعموا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، واستنونا في حلقات تانية أكتر وأخبار عن النادي الأهلي.